يا هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير. رجعت لكم بفيديو جديد، وانتم تشوفون الفيديو لا تنسون تسوون لايك وتشتركون بقناتي. طبعا اليوم حبيت اشارك وياكم هذا الفيديو. انا اليوم عزمت صديقتي كردية، فراح تجيني على العشاء تقريبا الساعة بالسبعة راح تجي. هنا كانت الساعة تقريبا بالوحدة الظهر، فبديت أجهز الأكل لأنه راح أسوي لحم أشوي، يعني راح أني أسلقه وأشوي. يعني راد له وقت، مثل ما تعرفون اللحم ما يستوي بسرعة. فغسلت اللحم وراح أسلقه، وهسه هنا هم راح أسوي أكلات ثانية. راح أسوي لها دولمة. طبعا هنا الدولمة أني سويتها على الطريقة التركية، لأنه يعني نقول الدولمة العراقية شوية غريبة عليهم، فما قدرت إنه أسوي بيها هواية تغييرات هيج فد مرة. عرفت شلون؟ لأنه هسه مثلا إبراهيم يعني سويت له دولمة عراقية بصراوية، فخليت وياها شكر. تعرفون احنا اهل البصرة نسوي الدولمة حامض حلو، يعني حامضة وحلوة. فمرات يعني يحبها ومرات لا، فمرات اسوي له يعني الدولمة بدون شكر. الدولمة التركية تكون بيها شوية حموضة وملوحة بدون شكر. والله هم اكو هواية ناس اتراك يعني جربوا الدولمة مالتي على الطريقة البصراوية وكلش حبوها وعجبتهم عادي يعني اكلوها. بس يعني هاي صديقتي اول مرة تجيلي، فقلت اسوي يعني اكل قريب يعني على اكلهم، فما حبيت يعني اسوي تغييرات بالاكل حتى يعني تاكل، لان هي فشلة يعني جاية على عشاء وشي وما تاكل بالاخير، تاكل هيج قليل. فما يصير، لازم نسويها حسب ما هم يعني يحبوها. وأسويها إن شاء الله بغل ثاني دولمة بصراوية وأضوقها. يعني هنا خليت بصل وخليت زيت وبرشتهم طماطة. بعد ما حمست شوية البصل خليت الطماطة والثوم، وهسه جاي أتركها تستوي. مثل ما جاي تشوفون هنا عندي شبنتهم راح أثرم باقة كاملة، احنا نسميها باقة. يعني هاي الشدة مالت الشبنت كلها ثرامتها، وخليتها فوقات المواد وحمستهم. وهسه خليتهم دبس الرمان. طبعا كلش ضروري انه نخلي دبس الرمان. بنات هاي من احد طرق الدولمة او اسرار الدولمة الطيبة، فسووها على هاي الطريقة وراح تندعوا لي. اني هسه جاي احمس المواد مثل ما جاي يشوفوا هنا. ذبيت عليها بهارات وملح وبهارات يعني تقريبا متوفرة بكل بيت، نقول فلفل أسود وشوية دارسين شوية كاري أو بهارات مالت لحم. وهنا أنا جيت منقعة تمن تركي من قبل بيوم، وهم صفيته وخليته فوقات المواد، وبعدها طفيت النار عليها. طبعا هم مارد يعني تكون بيها هواية سوائل. عرفت شلون؟ هسه هنا راح أسلق اللحم بعد ما سويت المواد مالت الدولمة. هنا خليت بصل وشوية ثوم، وجاي أخليها هسه اللحم ونخلي عليها بهارات، وبعدين راح نخلي المي ونتركه يعني ينسلق. طبعا كل بيت النكهة مالت الأكل اللي سووها تختلف عن البيت الثاني، يعني حتى الدولمة كل أحد يسويها بطريقة نقول مختلفة، أو الطعم يكون مختلف. فكل واحد وطريقته والنفس مالته يعني بالأكل. بس أني هسه انطيتكم سر من أسرار الدولمة. جربوها بهاي الطريقة وحمسوا المواد سوية. مثل طبعا انتو شفتوا المواد كلش بسيطة، وإذا تحبونها تخلون وياها لمندوزي أو ليمون وشكر. أني خليت وياها تقريبا نص كوب من عصير الليمون، بس شكر أبد ما خليت وياها. فتصير بنات كلش طيبة يعني إذا تحمسون المواد. وبعدين حسب اللي انتو تحبوه، مثلا تسوون دولمة مالت سلق أو مالت ورق عنب. أني هنا اليوم سويت مالت ورق عنب. طبعا هسه سلقت اللحم مثل ما شفتوا،
وهسه راح أثرم شوية لحم والشحم حتى نخلي الدولمة، لأن الدولمة حالاتها تكون دهينة، يعني الدولمة كلش طيبة إذا كان بيها الشحم أو لي نقول مالت الخروف، انتو بعد تعرفون هذا الشي، يعني تصير كلش طيبة. هسه هنا عندي هاي اللحم وعندي الشحم هم جاي أثرمه، وراح أخلي فوقات المواد مالت الدولمة، وبعدها راح ألفه. طبعا أني سويت مالت ورق عنب وما سويت يعني بصل وشغلة ثانية، اكتفيت بس ورق عنب. طبعا هنا أني كنت بيومها ما نايمة هواي، عرفت شلون؟ نيل قعدت كم مرة بالليل، تقريبا أنا ب3 بالليل نمت، وقعدت بال6 شوية نظفت البيت والشي، وبعدين بديت أسوي الأكل. فحبيت إنه أسوي من وقت حتى تعرفون يعني قبل لا يجي الخطار يعني بشوية نقول الوقت بسرعة يخلص، فالواحد شوية ينخبص، فقلت يعني أسوي من وقت أفضل. فهسه هناني راح نكمل المواد مالت الدولمة، وهسه راح أسوي حلويات. طبعا هنا عندي هاي الحلويات هي جاهزة تقريبا مثل المحلبية، بس النكهة مالتها تختلف. كلش طيبة هاي الحلويات تركية. هسه خليت المواد مالتها وخليت الحليب، طبعا أنا أسوي بدون قياسات لأنه يعني دائما أسويه فأعرف إيش قد أخلي. هنا بعد ما نقول استوت عندي ضفيت 1 ملعقة واحدة من الزبد، وخليتها بقالب بايركس يعني كبير. هاي الحلويات لازم تكون الطبقة مالتها يعني مو كلش سميك، يعني مو كلش دخينة. وبعدين خليت شوية تبرد والنب دخلتها على الثلاجة. هسه هنا هاي مواد الدولمة مثل ما شفتوها أنا جاهزة مكملتها، وهسه راح نبدي نلف الدولمة. وهسه خلصت اللف مالتي مثل ما جاي تشوفون. طبعا أنا ما صورت يعني من لفات الدولمة، قلت حتى الفيديو لا يصير هواية طويل عليكم فما صورت. وبعد ما خلصت طبعا هنا الدولمة أنا حبيت أسويها متقصدة بهاي الطريقة، هسه أقولكم شلون. هنا سويت هم حلويات نوع ثاني، شوكولاتة بالبندق، وهنا عندي بسكويت بوك طحنته بالبلاندر وخليته بهاي الأكواب. وهسه بعد ما استوى عندي الشوكولاتة يعني شوية دخنت عندي، خليت 1 ملعقة واحدة من الزبدة، وهسه راح نخليها بهاي الأكواب. وانتو شو تحبون تزينوها على راحتكم. طبعا هاي الحلويات كلش طيبة، وهاي الأكواب هم شكلهم كلش أنيق، يعني مثلا عندكم عزايم وهيك شي وخطار يجيكم أو توزيعات هم كلش توالم كلش حلوة، فشكلهم كلش نازك وحجمهم هم حلو. هسه هنا جاي أخلي الشوكولاتة، وبعدين انتو بشون يعني تحبون تزينوها، تقدرون شوكولاتة أو من نفس البسكويت، أو مثلا تحبون بسكويت اللوتس يصير كلش طيب. أنا كلش أحبه بس ما كان يعني متوفر عندي فخليت بسكويت بوك. وهسه شوية وبعدين أخليها بالثلاجة. اي بنات كنت احكي واقول لكم انه الدولمة انا تقصدت انه الفها بهاي الطريقة، يعني تكون شوية كبيرة، الحجم مالت اللف مالتها شوي كبيرة تكون. فذكرني بأيام قبل من كانوا أهلنا يسوون الدولمة، ما كانوا يسووها هيك نقول رفيعة وصغيرة وشي، لا كانوا يسووها بهذا الشكل، يعني كل احنا كنا نسويها بهاي الطريقة أصلا. فحبيت انه اسويها بهاي الشكل، انه الدولمة تكون شوية كبيرة، احس هيك تصير اطيب، ما اعرف ليش. طبعا هنا جاي ينشف المي مالتها، وهم خليت وياها من مي اللحم حتى تصير بيها نكهة. فهسه راح انص على النار كلش وانتظرها لأن تستوي. والورق العنب هيك مو عندي، كلش احب الدولمة مالت الورق العنب، والحلويات هم كملتها. وهنا عندي هسه اللحم مثل ما جاي يشوفون استوى. فهسه خالد كان عندي هم صبيت له غدا من اللحم اللي سويته يعني من هاي الأكل.
هسه هنا جاي أصب له لأن كان وقت غدا يعني. فهسه راح نكمل باقي الترتيبات. وهنا اجى الدور حتى نسوي التمن. هنا عندي تمن راح اطلع حسب الكمية اللي محتاجتها، وبعدين راح اقص له كل الزين، يعني راح اوقع النشا من التمن لانه يكون بيه هواية النشا، فلازم نقص له كل الزين حتى ما يتلاصق عندي اثناء الطبخ. هنا التمن اني جاي استخدمه ماركة لويال، اعتقد اسمها، اي بنات اسمها لويال. كلش طيب التمن مالته، ينثر والحبة طويلة وكلش يعني حلو بالطبخ وخفيف. فهسه يعني مستمرة أني عليه، ما أحب أخذ نوعية ثانية، فكلش حبيته. وين ما تشوفوه اخذوه على ضمانتي، يعني التمن كلش طيب. هنا سويت كيكة مثل ما جاي تشوفون، طبعا هنا سويتها بالجدرية، كيكة اسفنجية. بعدين راح نخلي فوقاتها شوي شوكولاتة وهيك حبة شوكولات. هنا سوينا الدولمة وكملت عندي وقلبتها. طبعا ما احكي لكم الطعم كلش طيبة صارت. طبعا هنا الشحم خليته بالقاع مالت الجدر، صار مقرمش كريسبي، فدشي كلش حلو. وشوية هم لجعت عندي، فصارت دولمة خرافية مالت أهلنا زمن الطيبين. طبعا إذا تحبون هم تضيفون وياها إضافات مثلا كشمش أو شكر أو حسب اللي انتو تحبوه. طبعا بنات أنا ما أحب أضيف بالدولمة كرفس، هواي بنات يضيفون كرفس بالدولمة بس أنا ما أحب. هنا ضفت فوقها شوية شيرة، أنا سويت شيرة كلش ثخينة. فإحنا قسم من عندنا ياكلون بيها شيرة، شنو بيها شيرة، قسم من عندنا ياكلون بيها شكر يعني حامض حلو، وقسم ما ياكلون. فجيت أسوي شيرة حسب اللي يريد يعني يضيف لها شوية حتى تصير حامض حلو. فأني أحبها شوية بيها حلا، فأضفت لها شوية شيرة هم تصير كلش طيبة. هذا طبعا حل اللي يعني نص أهله ما ياكلون بيها شكر، والقسم الثاني يحب بيها شكر. هنا سويت الكيكة وخليت فوقاتها شوكولاتة وشوية اللحم مثل ما جاي يشوفون. سويت له صوص مالت كاتشب وشكر وشوية ثوم. وهنا عندي الحلويات صارت جاهزة مثل ما جاي يشوفون. راح أقطعها بهاي الطريقة وبعدين أسويها مثل الرول، ألفها. طبعا بعدين هم راح نرش فوقاتها دارسين. فهاي الحلويات كلش طيبة، أنا كلش أحبها. وهاي كانت سفرتنا لليوم. سهمنا وسهمكم ألف عافية. هنا طبعا هم سويت شوية معكرونية وزلات أو تمن ورق. أتمنى عجبكم الفيديو وحبيتوه. إذا حبيت الفيديو تنسون تسوون لايك وتشتركون بالقناة، وانتظرون فيديو جديد، ومع السلامة.